في الفيديو بتاع النهارده هقولك ازاي تمشي يومك على كيفك وترتبه كده وتظبطه وتنظم وقتك باستخدام التليفون. فعايزك في السريع كده تروح تعمل لك كوبايه قهوه ولا شاي ولا اي حاجه بتحب تشربها، وهات قلم وورقه وهات تليفونك وركز معايا كده عشان الفيديو بتاع النهارده هيعجبك. ولو طبقت كل حاجه هنقولها النهارده عايز اقولك ان مفيش دقيقه هتعدي في يومك غير وانت عارف هي رايحه فين. فتعال نبدا الفيديو ونشوف مع بعض الموضوع ده. الطريقة اللي بتكلم عنها هي التايم بلوكينج. ايه التايم بلوكينج؟ يعني انا بخصص او بحجز الوقت بتاع المهمة اللي انا عايز انفذها في اليوم بتاعي من قبل ما اليوم يبدأ اصلا. يعني ايه؟ مثلا انت عايز تسمع كورس معين او عايز تروح الجيم مثلا، ولنفرض ان انت مخصص للتمرين بتاعك ساعتين. الساعتين دول مثلا انت متعود بتروح الساعة 2 الظهر مثلا، فهتيجي انت تحدد ان من 2 ل4 ده وقت الجيم، ومن 4 ل6 او من 4 ل7 زي ما هتنظم انت بقى المهام بتاعتك والوقت بتاعك. يعني زي ما اتكلمنا كده في الفيديو اللي فات، انت لازم تكتب كل حاجة انت عايز تعملها وتقسمها. طبعا مش هعيد الكلام تاني، المفروض هتكتب كل المهام بتاعتك، بعد كده هتقسمها بقى حسب الأهمية والأولوية بالنسبة لك، وبعد كده هتقسم المهام دي على الأيام. فانت بقى عندك النهاردة مثلا انت في عندك شوية حاجات انت لازم تعملها، يعني في شوية تاسكات كده انت لازم تخلصها النهارده. التاسكات دي ما تكتبهاش كده وخلاص وسيبها تمشي زي ما تمشي، لا انت بتحجز لكل تاسك الوقت بتاعه في اليوم بتاعك. طيب يا عم احمد، الكلام ده بيتعمل ازاي؟ هات لي تليفونك كده وتعالى معايا. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده هنعمله على اي كالندر على الموبايل بتاعك، سواء كنت ايفون اندرويد ايا كان التليفون بتاعك، فاكيد في كالندر، وتقريبا الموجودة على كله هي جوجل كالندر. فدي اللي هنشرحها مع بعض، وهي كلها نفس الفكرة. يعني انا شخصيا بعتمد على الكالندر بتاعت الايفون، بس هي يعني جوجل كالندر هي الكالندر بتاعت اي كالندر في الدنيا. طيب مبدئيا كده انت لو ما عندكش جوجل كالندر فانصحك ان انت تنزله وهات تليفونك وامشي معايا كده حته حته. هنروح نفتح جوجل كالندر بتاعنا، هنلاقي عندنا هنا ان الخط الابيض ده هو التايم لاين. عندي اليوم متقسم بالساعات، وكل شويه الخط الابيض ده بيتحرك اللي هو ايه كتايم لاين، اللي هو اليوم بيخلص يعني او الساعه بتخلص. طيب انت تقدر تعمل زوم اوت لو عايز تجيب اليوم بتاعك كله، عايز تجيب الساعات اللي موجوده في يومك كله، وتقدر ان انت تعمل زوم ان عايز تكبر الشاشه تاني. طيب الشاشة دي مش عاجباك وعايز تجيبها كنتيجة عادية، بتقدر تغير الكلام ده من ال3 خطوط اللي فوق وتجيبها بقى. هل انت عايزها الشهر كامل ولا عايزها بالاسبوع ولا عايزها 3 ايام ولا عايزها يوم، يعني زي ما تحب. طيب هنعمل ايه؟ احنا هنيجي في اليوم بتاعنا عادي جدا، كل ده مش شاغلنا في حاجة. احنا اللي هيشغلنا علامة الزائد اللي تحت دي. هتدوس على علامة الزائد اللي تحت وهتلاقي فيه Event Task Reminder، هنختار Event. طيب هنا انت هتكتب المهمة او التاسك اللي انت عايز تعمله. ولنفرض مثلا ان انت عايز تسمع كورس، مثلا كورس في الاسباني ايا كان، فهكتب ان ده الوقت بتاع كورس الاسباني. تمام. طبعا هاجي تحت هلاقي all day، هي مش all day لان انت مش هتعمل ده طول اليوم، فانت هتحدد الوقت بتاعك. والله انا عايز الكلام ده هعمله مثلا من 4 العصر ل5. تمام. هاجي بعد كده طبعا بسيبني من اد بيبل دي لو انت عايز تشارك الايفنت ده مع حد. باجي بعد كده على التنبيه قبل الايفنت نفسه، ممكن تخليها من غير تنبيه، ممكن تخليها 10 دقايق 30 دقيقة. انا شخصيا بحب اخليها 10 دقايق مثلا. ليه؟ عشان وانا في الايفنت اللي قبل او وانا في التاسك اللي قبلها ما يشتتنيش، لان وارد جدا تكون انت بتعمل حاجة وتلاقي الموبايل بيقولك ان في كمان نص ساعة المفروض تعمل كذا، فتلاقي نفسك اتشتت وممكن تنسى اصلا ان انت تعمل كذا، فالتنبيه كان جه في وقت ما ملوش معنى. عشان كده انا بحب اخليها 10 دقايق. طيب هنا بقى انت هتقسم المهام بتاعتك بالالوان. يعني انا مثلا مخلي اي حاجه ليها علاقه بالصحه والرياضه وكده باللون الاخضر، اي حاجه ليها علاقه بالكورسات والكلام اللي زي ده باللون الاحمر، اي حاجه ليها علاقه مثلا بالشغل باللون الازرق، وهكذا. فانت دي بتعملها بالشكل اللي يريحك. طبعا انت بتختار اللون اللي يعجبك حسب ما انت مسيستم الدنيا عندك. بس بعد كده بتدوس سيف. هنيجي هنا هنلاقي ان هو حجز لك في التايم لاين بتاع اليوم بتاعك من الساعة 4 للساعة 5 في كورس اسباني باللون اللي احنا قلنا عليه. طبعا افترض مثلا ان انا من 5 ل6 هروح الجيم،
فاقوم جاي دايس على الزائد اللي تحته برضو كاتب هنا مثلا جيم. طيب هحدد الوقت انا عايزه زي ما قلنا من 5 ل6 بس، هو لوحده حطها اوتوماتيك كساعة. طيب هنا انا هغير اللون، ولنفرض مثلا هخليها اللون الاخضر ده، وهخلي ريمايند قبلها ب10 دقايق، وادوس سيف. هيبتدي بقى كل تاسك او كل حاجه عندك تتلون باللون بتاعها. فانا انصحك ان انت تخصص، يعني تقسمهم كده كاتيجوريز، تقسمهم فئات، تقسم المهام بتاعتك لفئات. يعني فئه مثلا تخص صحتك والتمرين بتاعك، فئه تانية تخص الكورسات والمذاكره، فئه تالتة تخص الشغل، وهكذا. تدي لكل فئه دي لون، بحيث ان انت تيجي تبص على التايم لاين كده تعرف انت ايه المفروض تعمله في اليوم ده. فهتلاقي نفسك الوقت نفسه اتحجز للتاسك ده او للمهمة دي. فخلاص انت ما عندكش اي فرصة ان انت تتشتت، وما عندكش اي فرصة ان في وقت يضيع في حاجة انت مش حاسبها. فما فيش مجال ان انت تعمل حاجة تانية، وما فيش مجال ان انت دقيقة تهرب منك وما انتش عارف هي راحت فين. فالطريقة دي انا شخصيا بعتمد عليها، والطريقة دي هي الطريقة السهلة البسيطة اللي بتعملها على تليفونك، والموضوع بيبقى فعلا فعال. يعني انت جرب اعمل الموضوع ده، هتحس فعلا ان انت مسيطر على الدنيا، وهتحس ان انت سايق يومك بمزاجك. وفي نهاية الفيديو اتمنى تكون استفدت باي حاجة، حتى لو حاجة بسيطة. يعني مهم انك تكون طلعت باي معلومة مفيدة من الفيديو. متنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وحط لي كومنت كده، يعني مسي ولا صبح ولا قول اي حاجة واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.